ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم فطاير احلى من البيتزا، وكمان ولا فيها فرد ولا عجن ولا فيها وقوف خالص في المطبخ ولا فيها كمان تشغيل فرن. ما فيش اسهل من كده. شايفين شكل الفطاير؟ طعمها حلو جدا، مشبعة، احلى كتير لما تعملي البيتزا. دي اخف واسهل كمان. تعالوا نشوف الطريقة اللي هتعجبكم جدا ان شاء الله. اول حاجة بجيب بولة واكسر فيها بيضتين. بعد ما بكسر البيضتين بحط معلقة كبيرة ممسوحة من الملح، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، كوباية من المية الدافية، وبنفس الكوباية كوباية ونص من الحليب. هحط كوباية دلوقتي واشيل نص كوباية على جنب. يبقى كوباية من الحليب الدافي، وبنفس الكوباية كوباية من المية الدافية، ومعلقة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الملح، واتنين من البيض، ونقلبهم كويس. قلبتهم كويس يا ست الكل، هتضيفي عليهم كوبايتين من الدقيق. طب الدقيق ده قد ايه بالجرامات؟ الدقيق ده 400 جرام. انا حبيت اوزنه عشان اعرف بالظبط حطيت قد ايه دقيق. ده 400 جرام. وانت بتقلبيها كده هتحسي ان القوام تقيل. في بقى نص كوبايه حليب قلتلك اركنيها على جنب عشان هنحتاجها. لما تلاقي القوام تقيل كده هتضيفي نص كوبايه الحليب. وليه ما حبيتش احط نص كوبايه الحليب من الاول؟ عشان في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق بياخد سوائل قليله. ومن ميزه العجينه دي ان هي بتكون عجينه سايله، ما بتكونش عجينه متماسكه. كده قوامها حلو، هتغطيها وتسيبيها لمده 30 دقيقه. في ال30 دقيقة دي تعالي بقى نجهز الخضار بتاعنا. هتفتحي التلاجة وأي خضار عندك ينفع. أنا لقيت بطاطساية قشرتها وغسلتها وبشرتها على المبشرة اليدوية. ولقيت برضو جزراية قشرتها وغسلتها وبشرتها على المبشرة اليدوية. ولقيت حبايتين من الفلفل الرومي الأخضر بغسلها وأقطعها قطع صغيرة. وزي ما قلتلك أي خضار عندك في التلاجة ينفع. الأكلة دي عشان عملتها بالليل ومش عاوزة أنزل أجيب خضار، فاستخدمت الخضار المتوفر عندي في التلاجة. لقيت حباية من الفلفل الأحمر الألوان غسلتها برضو وقطعتها قطع صغيرة. وكمان لو لقيت حباية فلفل أصفر كنت هحطها. كمان دورت على كوسة عشان أحطها، ما لقيتش كوسة. لو عندك كوسة حطي حبايتين من الكوسة كده، تغسليهم وتقشريهم وتبشريهم على المبشرة اليدوية لو عندك بقى بصلاية صغيرة تقطعيها قطع صغيرة. ما عندكيش البصل دوت وعندك بصل أخضر عادي، قطعي بصل أخضر يعني اللي متوفر عندك. كده قطعت الخضار اللي موجود عندي في التلاجة، ولو كان عندي نوع تاني من الخضار كنت قطعته بس ما كانش عندي. هنقلب الخضار ده كويس جدا. وبعد كده تعالوا بقى نشوف العجينة بتاعتنا. العجينة بتاعتنا ما شاء الله اختمرت وملت الطبق. هنبتدي بس ايه، نقلبها بس بالمعلقة كده، نفرغ منها الهواء. وبعد كده هنضيفها في ايه، على الخضار. العجينة دي عشان الجو حر ما خدتش 30 دقيقة ولقيتها اختمرت وملت الطبق، لان فعلا اليومين دول الجو حر جدا. بعد كده بقى، بعد ما حطيت الخليط بتاع العجين ده على الخضار، هتبتدي بقى تقلبيهم كويس جدا عشان الخضار ده يتغلف كويس جدا من العجينة دي. بعد كده بقى لقيت قطعة من الجبنة الاسطنبولي وزنتها، لقيتها 120 جرام. انا هنا حطيت جبنة اسطنبولي عشان متوفرة عندي. انت بقى عندك جبنة فيتا، جبنة براميلي، اي نوع جبن عندك ينفع. ما عندكيش أي جبن عادي برضو ما تحطيش عادي، ما فيش اي مشكلة. بعد ما قلبتها كويس وايه، ودوبت الجبنه خالص، ولازم تدوبي الجبنه خالص عشان ما تبقاش فيها تكتلات. هتجيبي بقى ايه، المقلايه بتاعتك، وتشغلي البوتاجاز على درجه حراره متوسطه، وتدهنيها بقطعه من الزبده. طب ما عنديش قطعه من الزبده، اديها رشه من الزيت. ما عنديش رشه من الزيت، ما تزهقنيش بقى وايه وادهنيها بقطعه من السمنه. اي ماده دهنيه عندك تنفع. بعد كده بقى هتحطي كبشتين من الايه، من الخليط ده. كبشتين بالظبط. انا عشان مقاس المقلايه خد ايه، كبشتين، عشان مش عاوزه الفطاير تبقى تخينه قوي. يا دوبك خدت معايا كبشتين. مش هقلبها خالص غير لما تشمع من فوق. طبعا درجه الحراره بتاعت البوتاجاز درجه حراره متوسطه مش عاليه. شمعت من فوق، ما فيهاش اي سائل من فوق. هدهنها بقطعه من الزبده، وزي ما قلت لكم ما فيش زبده عادي، ما فيش اي مشكله. اديها رشه من الزيت لو متوفر عندك. بعد كده هتقلبيها على الوش التاني، مش هتاخد بعد كده دقيقتين وتروحي مطلعاها من المقلايه. ما بتاخدش وقت خالص صدقوني، وطعمها احلى من البيتزا. ده كمان لو افتكرت ان لو جبنه موتزاريلا، كان عندي شويه جبنه موتزاريلا في الايه، في الفريزر. لو افتكرت كنت طلعتهم وحطيت جبنه موتزاريلا في الخليط ده. بس ما ايه، ما افتكرتش يعني زي ما قلت لكم اي نوع جبن عندكم ينفع. كده بقى ايه، شمعت من فوق. ببتدي بس ايه، افكك الحروف، وبعد كده بقلبها على الوش التاني. وزي ما قلت لكم جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. ويا ريت ما تحكموش على حاجه غير لما تجربوها. ولما تجربوها وتعجبكم يا ريت تعملوا لي ايه، شير كتير،
وتعملوا لي لايك وتعملوا متابعة للصفحة. ولو دخلتوا على قناتي على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معايا على قناتي وتنوروا قناتي، وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى. بجد يعني وصفة حلوة جدا هتعجبكم جدا واقتصادية، وأي خضار موجود عندك في التلاجة ينفع، ومش هتاخد معاكي وقت خالص وما فيهاش وقوف خالص في المطبخ. ده انا كمان عشان عملتها بالليل ما نزلتش وجبت اي خضار، استخدمت الخضار اللي موجود عندي. جربوها وبألف هنا مقدما.